بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد نبي الأمة ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. نجح الأغبياء. نجح الأغبياء قبل بداية الموسم في زعزعة النادي الأهلي والضغط على غرفة أوضة اللبس في النادي الأهلي. أكتر من موقع أو مكان إلكتروني تحدثوا قبل الموسم: الأهلي أقوى سكواد، الأهلي مش عارف إيه، اللاعب ده مش عاجبه، اللاعب ده عاجبه. نجحوا إن الأهلي يبدأ الموسم بداية غير متوقعة في أي موسم كان. وبعد ما كان الأهلي فعلا هو أقصى فعلا وأقوى سكواد، استطاعوا أن يزعزعوا من هذا القوام وأن يجعلوا لاعبين تلعب بلا حياة، بلا روح ولا قتالية، كأنهم أصبحوا أساطير كرة قدم في العالم. لا مبالاة، لا صراع على الكرة، لا في الملعب زي تايه، ما بيقربش لزميله، زي موظف يعني، ما صح يعني. نجح الأغبياء في جعل اللامبالاة في لعب النادي الأهلي في الماتشات منذ بداية الموسم. ونجاح اللجان الإلكترونية الفبركة والتزوير والتهويل والتأويل عن لاعب الأهلي جعل الأهلي بدأ الموسم بداية غير مبشرة. قصة كل موسم والبطولات الوهمية والمزيفة التي تنظمها الرابطة، بطولات لم نرى غير غير لم نرى بطولات تنظمها لجنة رابطة في العالم مثل الرابطة المصرية. بتنظم بطولة للصغار فقط، أما الكبار يخبطوا معاهم في الحيط. تلعب بعيال صغيرة، تلعب بعيال كبيرة، ماليش دعوة. المهم هي بطولة متنظمة للصغار فقط، الفرق الصغيرة. المفروض أنا بنظم بطولة لتطوير اللعبة ولشد الهمم من اللاعبين، ولكن لما الفرق الكبيرة تيجي تلعب تلاقي لعبتها دولية في المنتخبات زي الأهلي، أكتر من 11 لاعب في المنتخب المصري ولا المنتخبات الأخرى.